السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل كان يعمل في وظيفة وأصيب إصابة عمل، فتم تقاعده مبكرا وكان راتبه قليل، وبعد التقاعد أصبح أقل. وبعدما خرج من المستشفى قال لخطيبته: وضعي كما ترين، فإن أحببت أن تكملي معي وإلا فلننفصل، فلا أريد أن تعاني معي. قالت هذه الصالحة: رزقي ورزقك على الله، فالذي خلقنا لن ينسانا. وتم الزواج ومضوا قرابة 2 سنين، راتب قليل، ولم يرزقوا بأولاد، وكانت حالتهم صعبة للغاية. يقول: شكوت حالتي لأحد المشايخ فنصحني بالاستغفار، وداومت أنا وزوجتي على الاستغفار، وبعد 2 سنين تبدل الحال وتغير. توظفت في أحد الجامعات براتب 6000 ريال، وتوظفت زوجتي أيضا معلمة في إحدى المدارس، ورزقنا الكريم بابنة جميلة، والحمد لله، لدرجة أن من حولي ظنوا أنني وجدت كنزا، وهو كذلك، فقد وجدت كنز الاستغفار. يقول: كنت أستغفر في اليوم 3000 مرة. نعم أحبتي الكرام، إنه الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واعلم أخي الكريم، قبل أن تستغفر لشيء معين كزواج أو وظيفة أو ذرية أو غير ذلك، استحضر نية أنك تستغفر ليغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبك، فما يمنع الرزق الذنوب والمعاصي. فاستغفر من ذنوبك ليغفر الله سبحانه وتعالى لك، ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. استغفر أولا مرضاة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك استغفر لأي نية تريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.